البودكاست هو حاجة من الحاجات اللي انتشرت أول الفترة اللي فاتت، لدرجة إن أي اتنين عندهم مايك وكاميرا يطلعوا يتكلموا في أي حاجة ويسموها بودكاست. فخلينا نتكلم شوية عن البودكاست. طيب في البدايه خلينا نعرف يعني ايه بودكاست اصلا. البودكاست هي كلمه مزيج من كلمتين، برودكاست وايبود. البرودكاست هو البث الاذاعي، والايبود ده كان جهاز صغير كده شركه ابل كانت بتنتجه في فتره من الفترات. والمصطلح ده ظهر سنه 2004 لما الناس بدات تحمل الملفات الام بي 3 على الانترنت عادي. المهم ان البودكاست بدا ينتشر جدا من بعدها، وبدات شركات كبيره تتجه ليه زي البي بي سي مثلا. وفي الفتره من 2010 لحد 2020 ظهرت برامج كتير زي سبوتيفاي وجوجل بودكاست اللي خلت الوصول للبودكاست سهل جدا، وكمان وفرت دعم وفلوس للناس اللي بتنتج البودكاست. وهنا نيجي لبدايه العصر الذهبي للبودكاست اللي هو تقريبا من سنه 2018 او 2019 لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وفي الفتره دي بقى ظهرت انواع كتير جدا من البودكاست، سواء قصص او انترفيوز او لقاءات مع الناس او حاجات ترفيهيه وكوميدي او حاجات تعليميه او غيره كتير. من الحاجات اللي خلت البودكاست ينتشر بسهوله زي ما قلنا انك سهل انك تستهلكه وتسمعه في اي وقت واي مكان، مش محتاج تجهيزات معينه او مكان مخصص تقعد فيه. ومن الحاجات برضو اللي ساعدت في انتشاره هو تنوع المحتوى، ان اي حاجه انت مهتم بيها تقريبا هتلاقي بودكاست بيتكلم عنها. غير كمان ان تكلفته قليله على اللي بينتج وعلى اللي بيسمع، يعني اللي بينتج البودكاست عايز مايك حلو، واللي بيسمع البودكاست عايز شويه نت حلوين. وانا عارف ان اغلب البودكاست دلوقتي بقت فيديو وتتعرض على اليوتيوب، بس دي نقطه تانية ممكن نبقى نجي لها بعدين، لان في الاصل البودكاست المفروض ان هو حاجه بتتسمع. ولحد هنا الموضوع جميل جدا وحلو ولطيف وظريف، ولكن بدات تظهر بقى شويه مشاكل واللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده. طيب المشكلة رقم واحد وهي المحتوى غير الموثوق. احنا اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت انك لازم تتأكد من كل المعلومات اللي انت بتشوفها على النت، بالذات لو المعلومة دي هيتبني عليها قرار انت هتاخده في حياتك. وانت بقى بتتصفح على الانترنت هتلاقي انواع كتير من البودكاست هي عبارة عن تعبئة كلام وخلاص. يلا نطلع نقول اي كلمتين ونعمل بودكاست ونقول كلام حلو ونرزع في اي كلام، وكده كده محدش هيدور ورانا، وننزل حلقة بودكاست ساعة ولا ساعة ونص على يوتيوب ونكسب شوية حلوين من الاعلانات وخلاص. تاني حاجة وهي النصايح العامة. لازم الواحد دايما يبقى عارف ان مش كل معلومة هتتقال هتبقى مناسبة ليه ولشخصيته ولظروفه ولحياته. وعامة النصيحة ممكن تكون حاجة كويسة بس هي مش مناسبة ليك، فلازم تاخد بالك كويس جدا من النصائح اللي انت تسمعها، بالذات النصائح اللي لها علاقة بالعلاقات والتعامل مع الناس، لان انت ممكن تطبقها وتلبس في حيطة. ففكر كويس جدا في النصايح وشوف هتنفع معاك ولا لا قبل ما تطبقها. تالت حاجة وهي استهلاك الوقت. أقل حلقة بودكاست بتبقى ساعة أو ساعة ونص، وفي حلقات بتوصل لثلاث ساعات وشوية. وأنا عارف إن في ناس كتير ما بتسمعش البودكاست كله مرة واحدة، بيقسموه على كذا مرة، بس بتكلم هنا في فكرة إنك بعد ما تسمعه تكتشف إنك ما استفدتش أي حاجة. رابع حاجة بقى واخر حاجة وهي النت. وللاسف المشكلة دي هتكون عندنا احنا في مصر، لان احنا النت عندنا بباقة. فلو انت بتحب تتفرج على البودكاست الفيديو فده هيخلص لك جزء كبير قوي من الباقة، بالذات لو انت حتى بتتفرج على جودة عالية. ولكن انا عن نفسي عشان بحب اتفرج على فيديوهات البودكاست فبقلل الجودة خالص، واحيانا باجي على نفسي شوية وبسمعها وخلاص، لان اسعار الباقات الفترة اللي فاتت بقت اوفر ريتد بصراحة. وفي النهايه ما بقولش انك ما تسمعش بودكاست خالص، ولكن كل حاجه زي ما ليها عيوب فهي ليها مميزات، فلازم ان انت تاخد بالك من كل حاجه انت بتعملها. في كام نقطه ممكن تاخد بالك منها وانت بتسمع البودكاست. اول حاجه انك تختار محتوى انت مهتم بيه وممكن تستفيد منه فعلا. تاني حاجه انه يكون له وقت معين في اليوم، ما يبقاش عمال على بطال ويجي على حساب حاجات تانية. تالت حاجه انك تنوع المصادر اللي بتسمع منها، ما تسمعش من مكان واحد بس، حاول تسمع كذا حاجه. ولو البودكاست ده بيتكلم في حاجه فيها كذا راي حاول انت تسمع الاراء المختلفه دي. واخر حاجه لو اتقال معلومه مثيره شويه او غريبه حاول انك تدور عليها وتتاكد من صحتها، ما تاخدهاش زي ما هي. بس كده ده كان فيديو سريع، مستني رايكم في الكومنتات، وممكن تقترحوا في الكومنتات اسماء بودكاست انتوا بتسمعوها وشايفينها مفيده. بس كده، سلام.